ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة كيكة الكاستر بمناسبة الفالنتين على شكل قلب او بأي شكل تحبي تعمليه زي ما احنا شايفين كده الشكل الجميل ده. وهنعملها بالفراولة وبالجيلي، ولو حابة تعمليها مدورة وفي صينية في طبق بايركس زي ما تحبي تعمليها، او زي اللي متوفر عندك ممكن تعمليه. هنبدأ دلوقتي مع بعض بالشكل الجميل ده. ولو اول مره تشوفوني، انا فايزه عبد الله. هنبدا مع بعض دلوقتي، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك وشير. وهنبدا دلوقتي مع بعض بالمقادير. نعمل الكيكه الاول. اول حاجه معانا بيضتين، طالما بيض يبقى فيه فانيليا، هنحط الفانيليا ونضرب البيض مع الفانيليا. هنحط السكر، كوبايه الا ربع سكر بالكوبايه بتاعت الكوبايه المعياريه او كوبايه الشاي، المج الشاي اللي هو الازاز اللي موجود في كل بيت. وبعدين كوبايه الا ربع لبن، وبعدين حطينا ربع كوبايه زيت. هنضرب برضو باقي الخليط. هنحط بقى الدقيق كوبايه ونص، معاهم معلقه بيكنج باودر ومعاهم ذره ملح. ننخلهم الاول وبعدين نضرب الخليط كله مع بعض. وبعدين هنحط في صاج مدهون، او لو عندك صينيه، علشان احنا هنحط القوام بتاعه عايزينه زي اكنه زي السويسرول كده. وبعدين نحطه على فرن درجه حراره 180 ربع ساعه. نعمل الكاسترد 4 كوب لبن على نفس المقدار اللي انا هعمله على شكل القلب. 4 كوب لبن يكون ساقع، ومعانا 4 معالق سكر برضو بالمعلقة المعيارية او معلقة الشاي الكبيرة. هنحط 4 معالق كبار برضو على البارد، وهنقلبه. ونحط 4 ملاعق برضو كاسترد، لكل كوباية معلقة كاسترد جاهز، ومعلقة سكر على كل كوباية لبن. هنقلب الخليط الأول وهو بارد. ده الكاسترد، نوع الكاسترد اللي أنا حطيته. حطيت كده ال4 معالق. هنقلبه وهو الخليط ساقع علشان ما يعملش أي تكتلات. نقلبه الأول، بعدين نحطه على النار مع التقليب المستمر لغاية لما القوام بتاعه يتقل. بصوا ده القوام بتاعه عشان هيتقل بعد كده. انا قطعت بالقالب اللي هو شكل القلب. انا حطيت على الكيك في الصاج وقطعتها. الحته دي ما جاتش في التصوير. وبعدين قطعتها وحطيت من تحت استريتش، وحطيت الفويل من تحت علشان يمسك القالب. صبينا كده الخليط الكاسترد على الكيك زي ما احنا شايفين كده. هنخبط الصينية كده خبطة بس علشان يتساوى. هنبدأ نعمل الطبقة اللي هي الأخيرة اللي هي بتاعت الجيلي. هنحط الجيلي 3 كوبايات مية سخنة، وهنحط 3 باكيتات جيلي أحمر اللي هو فراولة أو كريز أو أي نوع اللي هو المناسب للفاكهة. حطينا كده 3 كوبايات مية سخنة، وهنحط فيها
الثلاث باكيتات اللي هي الجيلي، هنحط واحد ورا التاني مع التقليب. انتي لو عاملة بقى كمية اقل ممكن تقللي المقدار زي ما احنا شايفين كده. هنحط بعد كده نبرده بالمية الساقعة. حطينا كوبايتين بعد كده مية ساقعة يسقع الجيلي بسرعة. مية مثلجة بقى وحاطة فيها تلج زي ما احنا شايفين كده. يسقع شوية عشان لما نصبه على الكاسترد يكون متماسك. وهنبدأ نجيب الفراولة مغسولة طبعا كويس ومتنشفة ومقطعينها انصاف زي ما احنا شايفين كده. بنحط بقى بالشكل اللي انت تحبيه. هنعمل شكل القلب زي ما احنا شايفين كده. هنحط بقى الجيلي، هو طبعا متماسك الجيلي. هنحطه طبقة الاول ونستنى لما يسقع شوية في التلاجة، وبعدين احط بقية الطبقة التانية بتاعة الجيلي بالسكينة زي ما احنا شايفين كده. اعمل الحرف بتاعها من فوق واسلك بين الكاسترد والقالب. هنبدأ نرفع بعد ما سقعت طبعا في التلاجة، سبناها حوالي ساعتين. هنبدأ نرفع الفورمة نفسها اللي هو القالب شكل القلب زي ما احنا شايفين كده. نرفعها بالراحة علشان ما تتلخبطش الجيلي او الكاسترد. هي طبعا متماسكة شوية. نشيلها كده بالراحة. شايفين الشكل بتاعها الجميل ده، الشكل بتاعها النهائي. ونحط عليها الفراولة من الجناب زي ما شايفين كده بالشكل الجميل ده كده. الفراولة من الجناب. ولو هي اي فاكهة انت حابة تعمليها برضو ممكن تحطي الجيلي المناسب ليها والفاكهة المناسبة ليها. شايفين الشكل بتاعها. بصوا لما نقطع قطعة منها بعد ما بقت متماسكة تحفة الحقيقة كشكل وطعم. وبمناسبة الفالنتين وممكن تعمليها في أي مناسبة. بصوا وطعمها الحقيقة جميل قوي وهتعجبكم جدا. وده الشكل النهائي بتاعها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وإلى اللقاء في فيديو جديد.